السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كرة مطولة بطريقة إنجليزية ممتازة داخل منطقة الجزاء. تصويبة أولى تأتي من جانب اللاعب حسوني اللي حاول ما يمكن يستغل الكرة الطايشة داخل منطقة الجزاء يغيرها الجهة اليسرى. ولاحظوا هنا كرة داخل منطقة الجزاء تصويبة لم تمر هذه كرة من جديد. نظرية لبركاني تصويبة ديال التباري. لاحظوا فحل مرة أخرى وكأني بها اختبارات لمرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي امام التغطيه وامام الاستقاده. هذا يعطيك على ان حارس المرمى ايضا تقدير جيد للتعامل مع بعض الكرات. كره من جديد على مستوى الخط الامامي. تصويبه من جديد ممتازه كادت ان تكون في المرمى، كادت ان تكون في الشباك. الحارس حمزه الحمياني مرت هكذا. كره من الجهه اليسرى محاوله يمكن يطرف هذه الكره داخل منطقه الجزاء ما خرجت. فرصه الهدف الاول. سامبو يلعب هذه الكرة بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء. العشر دقائق الأولى تشتعل القمة، يشتعل هذا اللقاء القوي بين الطرفين بين الناديين. من كان يا ترى في تعامل جاء في الخط الأمامي ليقدم نعم انطلاقة رائعة ويقدم الطرفين. ونشوف هنا الكرة من الجهة اليسرى المحاولة الهجومية التي لعبت هكذا داخل منطقة الجزاء. تمريرة داخل منطقة الجزاء والهدف الأول للوداد. عطية الله على مستوى الاسيست واعداد الكرة. والسامبو يبصم من جديد على انه هداف بامكانه ان يزعزع الشباك وان يتمكن من وضع الكرة في المرمى. 1-0 للوداد. بكر الهلالي حافظ على كورته. تمريرة داخل منطقة الجزاء راسية. كرة جميلة. يحيى عطية الله والكرة ثابتة. يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. تحضير تصويبة لاحظوا العملية اللي هو فرحان أم صامبو من جديد. صامبو الطريقة على مستوى الإنزال لأن عطية الله هو من رفع الكرة. شوف صامبو لكن ما كملاش. كترجع مرة ثانية الجهة اليمنى لإنزال بالصدر داخل منطقة الجزاء. البحث عن متمم العملية رأسية. والقاعية الكرة الفوقية تقول لا. لاحظوا انزال الكره بشكل ممتاز. رفع الكره داخل منطقه الجزاء. هنا الراسيه ارتطمت بالعارضه الافقيه وبعد ذلك تجي كره مثل هذه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. كان بالامكان الاستفاده من جبريل وترى تكناوتي كان في وضعيه صعبه. منطقه الجزاء محاوله من جديد. التحضير كره ثانيه تصويبه بوري الشاكلة في الوقت الذي نشاهد هنا التحضير والتصويبة بخارج القدم. يعني لعبها سيف الدين بورا بالفنية أكثر ولعبها بالإتقان أكثر. لم تكن بالعلو. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. محاولة راسية. كرة الهدف. يجي الباب المهاجم. لعبها بشكل رائع. رأسية من الأعلى نحو الأسفل. منقذ الوداد هو العملود. كرة أمامية ممتازة. رأسية. هدف لصالح فريق النظرية ديال بركانية والموقع سخي البحري ومن غيره. طويل القامة والذي يضع الكرة في المرمى بشكل ممتاز. تعامل رائع مع كرة جانبية. نظرية ديال بركانية كما قلت حاول من وضع الكرة في المرمى. لاحظوا ارتقاء بشكل ممتاز وأوضع الكرة في الجهة اليمنى الحارس أحمد رضا التكناوتي. هدف طريق ميلا فرحان هو اللي رفع الكرة. ارتقاء بشكل ممتاز. حارس صراحة التكناوتي ما لقاش السبيل. في الوقت اللي غادي نشوفوا هنا المحاولة وسنعود للمعطى الوفي. كرة داخل منطقة الجزاء. فرصة من جانب فريق الوداد الرياضي ولكن هنالك تعامل مع هذه الكرة وإبعاد الخطورة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. رجعت بركانية انطلاقها بشكل ممتاز. فرصة تصويبه قائم. هنا الانسلال، هنا المجهود، هنا العل الفردي نعم
وتصويبه اماميه مباشره للقائم الايمن الحارس السكنوتي. تصويبه لعبت باتقان، استعانه بعطي الله. نعم، محاوله ممتازه دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تصويبه. كرة الهدف. سيف الدين بورا اليوم يغازل الكرة ويغازل المرمى، ولكن لا يجد السبيل لوضعها في الشباك. يريد ان تهز، لكن غير ماذا على الجهه اليسرى ايضا كحل من الحلول. تصويبه ولكن بعيده. يحافظ على الكره ديالو، يحاول يمر امام مجموعه من اللاعبين. فحليل يحافظ على الكره ديالو داخل منطقه الجزاء، تمريره ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. نظر البركانيه الاطراف انصعب، يحاول ما امكن انه ما يضيعش الكره، لذلك فضعت له الكره. وجمه ممتازه. سامبو يبحث عن الهدف. في الخط الامامي مهاجم من العيار الثقيل صراحه. الفحلي يرفعها جانبيه، كره ممتازه. اتلتيكو من الاولى وتمكن من الانتصار بهدف واحد مقابل شيء. كره بالراس، كره ممتازه، جول. الحكم المساعد يقولون لك تسلل في لقطه. شوفوا عطية الله تموضعه داخل منطقة الجزاء، محاولة إمكانية ديال التسجيل، كرات وتصويبة هدف للوداد عن طريق الحسوني. يضع الكرة في المرمى بطريقة جميلة، خدا التموضع ديالو المناسب، رفع العين ديالو. بعد ذلك جات كرة في طبق من ذهب إن صح التعبير، وضعها بهدوء في المرمى. احتفالية ودادية، جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد. هنا الإعادة، لاحظوا الطريقة اللي جات من خلال الكرة. هذه كرات في المكان الفارغ تماما، في دار المدافعين. ما زاد ما نقص الكرة ديالو بهدوء، وضع الكرة ديالو في المرمى أرضية، مشات بهذا الشكل هذا. حسوني يضع الكرة في المرمى، معلنا عن تحضير إمكانية التصويب، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. كرة ممتازة والحكم يقول ليس هنالك أي شيء. الفحلي فعل كل شيء، قام بالانطلاقه في الخط الامامي والسلم ونزل الكره في افريقيا لمصلحته والاخر، على اعتبار ان لديه تنافسا شرسا في المجموعه التي فيها اداء قوي. كره ممتازه، فرصه، جول ياتي في هذه اللحظات. هدف من جانب يوسف ضيو، يعذبهم ويخلصهم، وياتي في اخر الانفاس ويقول أنا موجود. المدافع الذي يرتدي قميص المهاجمين، المدافع الذي يضع كرة في المرمى، المدافع الذي وثق فيه أمين كرمة، والمدافع الذي يعلن عن هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة. 7 دقائق في وقت مونديالي، قابلة لأن تقدم موازين أخرى لمباراة اليوم. البركانيون لا يستسلمون، قلتها وأعيدها، لا يستسلمون، يلعبون للأنفاس الأخيرة. دفاع عن وداد أين كان؟ ونشاهد العنوان. كرة من الجهة اليسرى، تصويبة يستفيد منها يوسف ضيو. وجد نفسه في نقطة الجزاء. لاحظوا التوقيت ولاحظوا المكان ولاحظوا العنوان. كرة تنفذ، جول. بركان اليوم تعود من بعيد في مباراة، يعني مباراة جنونية لا تنتهي نتيجته إلا بصافرة الحكم. إنه يوسف ضيو يضع الكرة في المرمى، معلنا عن هدف الانتصار، عن هدف الخلاص، عن هدف العودة من بعيد. و3 أهداف مقابل هدفين. كم برقة اعتلان، لاحظوا التوقيت، تنفذ هذه الكرة ممتازة، كرة الهدف، جول للوداد. مباراة رائعة، مباراة سكوكية، مباراة ولا واحد يتوقع النتيجة. ماذا يحدث هنا في بركان؟ لا شيء يضيع. من يلح أكيد أنه سيسجل. مباراة رائعة، حوار رائع جدا. اش من مقابلة، اش من سيناريو، اش من أداء، اش من فرشة، اش من إثارة. والأهداف 6 ديال الأهداف كاملة في مباراة اليوم. من كان يتوقع بهذا الأسلوب؟ فرصة كبيرة من يتابع.